الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عليه المصطفى وآله وأصحابه المستكبرين الشرفا، ثم أما بعد، فهذه وأبناء عيسى الكرام، لقد جئنا اليوم لنقول لحضراتكم نحن مع ولكننا ضد، نحن مع ولكننا ضد، نحن مع الشرعية الدستورية القانونية للسيد الرئيس محمد مرسي. هذا الرئيس المنتخب الذي جاء عبر صناديق الانتخابات التي لم تعرف مصر في عصرها الحديث انتخابات نزيهة مثلها، ولكننا ضد البلطجة السياسية التي يفتعلها بعض أصحاب الأهواء الذين لا يشعرون بآلام المصريين ولا يبتغون المعارضة البناءة، لا يبتغون مصالح الأمة، وإنما يبتغون أن يكونوا على رأس الأمر، أن يكونوا في سلطة الحكم، وإلا فليحرقوا البلاد كلها. نحن مع المعارضة البناءة التي تبني وتقوم، لكننا ضد الاستقواء بالخارج. هذا محمد البرادعي المرضي عنه أمريكيا يخرج في تصريح لوكالة رويترز العالمية ويقول: انتظروا نداءات، انتظروا إدانات، انتظروا بيانات من أمريكا وأوروبا. هذا الرجل يدعو للتدخل في شؤون البلاد الداخلية. عمرو حمزاوي ينادي بالضغط من أمريكا على الدولة المصرية حتى تنفذ خططهم. نحن مع المعارضة البناءة التي تبني، ولكننا ضد البلطجة السياسية. نحن مع حق التظاهر السلمي والتعبير، لكننا ضد التحريم والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة. نحن ضد أن تحرك مقررات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. مخططات تديرها فروع النظام السابق بالتعاون مع المحكمة الدستورية وبالتعاون مع المفسدين من هذه الأمة، فما كان للرئيس إلا أن يتخذ هذه الإجراءات ليحفظ كيان الأمة المصرية. ونحن نثمن ما جاء به من إجراءات ومن قرارات في الإعلان الدستوري. من منا لا يريد أن تعاد التحقيقات بنزاهة وشفافية وحيادية في مقتل الثوار الشهداء؟ نحسبهم كذلك. من منا لا يريد أن يخرج دستورا لبلاده يعبر عنه فيحصن الجمعية التأسيسية؟ من منا لا يريد أن يحصن مجلس الشورى من افتراءات المحكمة الدستورية؟ سريعا أقول في عجالة: المحكمة الدستورية تم إنشاؤها بمخالفة شديدة للنظام القضائي، فهي سلطة استثنائية تخضع ولاؤها الأول هو للحاكم. أنشأها جمال عبد الناصر ولم يقم بتعيين قضاتها، عينهم عبد الناصر. قامت جمعيات عمومية مختلفة لكثير من المحاكم وكثير من نوادي القضاء في مصر يعترضون على إنشاء هذه المحكمة. ماذا فعلت هذه المحكمة في عجالة؟ في عام 90 تقضي بعدم دستورية قانون الانتخابات، وحسني مبارك لا يأبه لهذه الأحكام ويصير في عمل مجلس الشعب لمدة 5 أشهر، ثم يدعو إلى استفتاء الدستوري والمحكمة لا تحرك ساكنا. بل طعن على الانتخابات في عام 90 بالتزوير، ولم تحكم المحكمة الدستورية في هذه الطعون إلا في عام 2000. في عام 2006 لما خرج المستشار شيخ القضاة حسام الغرياني رئيس محكمة النقض يقول بحكم واضح الدلالة أن انتخابات 2005 مزورة لغياب الإشراف القضائي، وأن تحديدا دائرة زكريا عزمي مزورة
المحكمة الدستورية حتى تاريخه حتى الآن في هذه الأحكام. 2007 عندما جاء الظالم الفاجر المجرم حسني مبارك بالتعديلات التي تعطي الحق لتوريث السلطة لابنه جمال، تخرج محكمة القضاء الإداري وتقول أن هذه التعديلات تعديلات باطلة وغير دستورية، ولا تحكم المحكمة حتى الآن. نحن نثمن هذه القرارات ونقف في خندق هذه القرارات، وإن كنا نتحفظ على مسألة تحصيل القرارات، وفي ذات الوقت نحن نحسن الظن بالرئيس محمد مرسي أنه لن يستخدم ذلك إلا ما فيه مصلحة الأمة. احذروا أيها المواطنون من الإعلام الفاسد ومن بقايا النظام السابق، فهي والله إنما شاهت الوجوه، وانظروا إلى وجوههم في مؤتمر نادي القضاة الذي دعي إليه شخصيات كلكم تعلمونها، إنما والله لقد شاهت الوجوه وإنما هي رقصة الموت. فعليكم أن تستمسكوا عباد الله أيها المواطنون بهذه اللحظة الفارقة، بهذه اللحظة التاريخية، حتى نبني وطننا من جديد. جزاكم الله خيرا.